اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايب قلبي من جوه، وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو نزلته. انا عارفه يا جماعه والله ان انا مقصره في حقكم جامد، بس معلش غصب عني. فطبعا بقى كده يا حبايب قلبي، حطولي كده اللايك واشتركوا في القناه، وتعالوا نشوف فيديو النهارده هنعمل في ايه. طبعا الفيديو ده طبعا انا كنت جايه بقى من المدرسه ميته من الجوع، وبحب السمك جدا، وبالذات السمك اللي هو الصغير ده. مش عارفه بقى انتوا عارفينه ولا لا. بحبه عن الكبير بقى، فماما عارفه ان انا بحبه وكده، فروحت بقى ولقيتها عاملهولي و ومجهزاه يعني وكده. فقالت لي ايه، مفيش وقت ان احنا نحطه في الفرن. طبعا هننقل الانبوبه بتاعه البوتاجاز يا جماعه، فكنا لسه محتاجين ان احنا ننقلها ونحطها للفرن، فطبعا موال. فقالت لي احنا عندنا هنا صاجة هنحطها على البوتاجاز، على العين الكبيرة بتاعة البوتاجاز، وهنعمل السمك وهنشوي السمك، وهيبقى احلى كمان من اللي احنا عاملينه في الفرن، يعني هيبقى زي بالظبط كمان. فطبعا يا حبايب قلبي بقى، اللي مثلا جاي له ضيوف بسرعة، او اللي هو الانبوبة بتاعته فاضية، او في اي حاجة يعني، يقدر ان هو يجيب صاجة او يخلي الصاجة دي في البيت على طول دايما، وقت ما يحب ان هو يشوي سمك يطلعها. بس يا جماعة عايزة اقول لكم ان الصاجة ديت لازم تسخن خالص لحد لما تحمر، وبعد كده تحطوا السمك في الردة وتقلبوه وتحطوه عليها، بس لازم تكون سخنة خالص. تمام. فما شاء الله كان زي السكر، كان زي السكر كده، زي عسل النحل، ما شاء الله والله العظيم. وكنا عاملين طبعا بقى مخلل وسلطة ورز. الرز المشوي احنا بنعمل جنبه رز ابيض ومقدوح عليه. يعني ايه مقدوح عليه؟ يعني بنقدح عليه بسمنة بلدي وبزيت. بنحط السمنة والبلدي والزيت على البوتاجاز لحد ما بيسخنوا، وبعد كده بنحطهم على الرز عشان يبقى مفرفر كده ويبقى حلو. لو مش مقدوح عليه والمصحف ما ناكله، هو احنا كده، احنا متعودين على كده. وطبعا كل حتة او كل بيت، مش هقول كل حتة برضو او كل بلد، كل بيت على حسب اللي متعود عليه. فطبعا يا حبيب قلبي كده زي ما انتوا شايفين، ده كان حوالي كل كيلو ونص او 2 كيلو يعني. بس ما شاء الله السمك كان مبطرخ وكان حلو قوي. انا بقول لكم بحب السمك الصغير ده، عشان بحس ان الفص بتاعه كده حلو وبيبقى مبطرخ كمان. انما السمك الكبير هو فيه فص كتير، بس تحسوا ان الواحد كده ما اكلش سمك كده وعمل دماغ بصراحة. فاللي وصل معايا لحد هنا يصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويحط لي لايك واشترك في القناه. وطبعا يا حبايب قلبي انا عارفه انا متاخره عليكم جدا في الفيديوهات، بس والله العظيم غصب عني، فاستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديده. وعايزه اقول لكم ان انا رجعت المدرسه تاني، فما عدتش فاضيه لاي حاجه خالص في الدنيا. فطبعا هنا ماما غرفت رز وسلطه و وبصل ومخلل، والحمد لله. اتمنى بقى كده النهارده الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا حطيتوا لي لايك يا حبايب قلبي من جوه، واستنوني فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، والسلام عليكم.